السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع بابا عمر. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. امبارح شفت مشهد بالصدفة البحتة من مسلسل بتاع محمد رمضان ده اسمه العمدة. فالمشهد في وقتها أصابني بالاشمئزاز. واحدة بتتجوز وهي متجوزة واحد فاخدت قلت القرف ده وبتاع وعادي يعني. بس النهارده بقى وانا بقلب في الميديا لقيت ان الشباب معجب جدا باللي عملته الست دي. فحاولت اشوف ايه الاحداث كانت بتقول ايه، يعني ايه سر اعجابهم باللي عملته دوت. واحد كان بيضرب مراته ولا ايه، مثلا طلقت منه ولا ايه الموضوع، عايز اعرف ايه الموضوع. لقيتهم ان هم معجبين ان واحده مضت جوزها على عقد طلاق على اساس ان هو عقد شغل بينهم، مضيته عليه وقضت العده بتاعتها معاه في قلب البيت، وبعد ما خلصت العده راحت اتجوزت. انا بقى اطالب بمحاكمه صناع هذا العمل. ليه بقى؟ اولا مفيش حاجه اسمها راجل يطلق مراته من غير ما يعرف، تمضيه على ورقه وجنبيها كده ان هي اتطلقت منه. بتصدروا ايه؟ بتوصلوا ايه؟ مطلوب منكم توصلوا ايه؟ مشهد في منتهى القذاره. واحده بتمضي جوزها على الطلاق اكنها بيمضيها على مشروع، وبتقضي العده معاه في قلب البيت، وبعدين تروح تتجوز. وولادنا الشباب الحلوين طالعين يا بنت اللعيبه يا وداد بيسقفوا لها فرحانين جدا بيها. اولا ده طلاق باطل. اولا بس عشان هم برضه انتوا بتقولوا ايه، طب وهي معاه في العده ما حصلش حاجه. مش دي القصه. القصه ان ده طلاق باطل. هي ما اتطلقتش، هو جوزها ما يعرفش انه طلقها. طيب انت بتتكلم بتقول ايه؟ انا بتكلم وبقول ان انا عارف ان محمد رمضان باعماله بالناس اللي معاه بتصدر افكار. بعد شهر 2 3 هنلاقي فيلم هندي حمضان زي ده. واحده جوزها نايم راحت مبصماه وقالت لك انا اتطلقت منه. هنخش في مصايب سودا. انا بنبه وبحذر من دلوقتي. انا عايز افهم المشهد ده رقابيا عدى ازاي. بتصدروا ايه؟ انتوا عارفين كويس جدا ان اعمال المدعو رمضان ده الشباب بتاخده بتقلده. الفكره دي والمشهد ده مر ازاي وتصدر ازاي؟ عايزين توصلوا ايه لاولادنا؟ بتهدموا في ايه؟ يعني ايه واحده تمضي جوزها على ورقه بطلاقها وهو ما يعرفش وفاكر ان هو بيشاركها في مشروع، وتقضي العده في بيته وبعدين يقوم من النوم اللي هي بتتجوز؟ ايه ده يعني؟ انا ماليش دعوه بالعمل الدرامي، انا بتكلم في الفكره. انا لا يشرفني هذا العمل، الفكره. والناس بقى النهارده على الميديا يا بنت اللعيبه يا مش عارف اللي عملت الدور، يا ما بص الدماغ انك معجبين باللي هي عملته. هيتعمل الله يخرب بيوتكم وتخربوا البيوت. الناس دي لازم تتحاسب. اللي عمل المشهد ده يتحاسب، اللي كتب المشهد ده يتحاسب. بتصدروا ايه كاكو القرف. ومن كده برضه بالصدفه جايبين واحده فنانه قاعده في برنامج حواري بتقول لهم انا ما بخافش من ربنا عشان انا ما بغلطش. نعم امورينا خير، يعني ايه بتخافيش من ربنا؟ فاما من خاف مقام ربه فله جنتان. تيجي انت ايه في سيدنا عمر اللي قال لو ان رجلا في الجنه ورجلا في الدنيا ما امنت مكر ربي؟ يعني ايه ما بغلطش؟ ده انتوا كلكم غلط. ايه ما بخافش من ربنا عشان ما بغلطش؟ ما تخافيش من ربنا ليه؟ عشان ما اعملش حاجه غلط. ايه ده الهبل اللي احنا فيه ده؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ يا جماعه نطلع انا وانا وغيري نتكلم. ده فيه هبل بيحصل، ده فيه هبل وفيه هرتله. ما نسكتش للناس دي. الناس دي ترد عليها. انا حذرت وقلت اهو والايام بينا، وهعمل لكم فيديو بعد شهر او 2. اما واحده مضت جوزها وهو نايم على قسيمه طلاقها زي المسلسل ده،
وقعدت معاه وبعد كده قالت له انا اتطلقت منك بحق، وطلاق باطل وحرام، وهتروح تتجوز واحد تاني وهتجمع بين زوجين وتخش بقى غير المسؤوليه الجنائيه، هتخش في كبيره مع الله سبحانه وتعالى. المسلسل ده صناعه يتحاسبوا. الافكار دي مين اللي بيصدرها لنا؟ ايه المقصود بيها؟ عايزين توصلوا لايه؟ ده مش كوميديا، ده مش ضحك، ده مش عمل درامي. ايه الهدف من مشهد زي ده؟ ايه اللي يعود على الواحد كمشاهد من مشهد زي ده؟ بصراحه انا خارج عن شعور، بس حاجه مقرفه يعني، حاجه مقرفه. يعني انا امبارح لما شفته عديته، بس يعني اللي خلاني اطلع اتكلم بقى ان ردود فعل الشباب جننتني، معجبين جدا باللي الست عملياته. يا نهار اسود، محدش قال غلط وصح. ومجموعه تانية دخلت تقول لك الله، طب وهي قاعده معاه بقى حصل ايه؟ بصوا دخلنا بقى يعني في عبط. طب انا اوضح لكم بس حاجه يا جماعه، عشان بس الناس اللي بتسال برضو، رغم ان الواقع من بدايتها غلط، بس اذا راجل طلق مراته بعلمه وعلمها طلاق، الطلاق البائن تقعد في بيت جوزها وما يجيش جنبيها. الطلاق الراجعي تقعد في البيت وممكن ان يختلي بها لعل الله ان يحدث امرا ويرجعوا لبعضيهم. لكن الطلاق البائن لا، الراجع بس الحته دي عشان من ضمن التعليقات اللي شفتها للشباب بيسالوا يعني ازاي تقعد معاه في البيت كده؟ لا، ما هو المفروض الست لما بتطلق بتقعد في بيت جوزها، ما بتخرجش الا لما تخلص عدتها، الا اذا استشعرت خطر على نفسها من قعدها في بيت الزوج، ممكن تروح بيت اهلها. بس ده الدين اللي بيقول. طبعا احنا في حياتنا العاديه بتطلق او بيطلق واحد بيروح لحاله، بس الدين ربنا بيقول العده تقضى في بيت الزوج. لو باين ما يجيش جنبيها، لو رجعي ممكن لعل الله يحدث امرا يعني. فادي الجزئيه اللي كان الشباب بيسالوا عنها في قلب التعليقات يعني، رغم ان هي بره موضوعنا برضه. انا مش دي اللي شغلاني، انا اللي شغلاني الفكره نفسها. واحده بتمضي جوزها على عقد شغل، شراكه شغل، والعقد مش شراكه شغل وهو راح ماضي على عقد طلاق، ما هو ما يعرفش، يبقى طلاق باطل. لا، وراحت تتجوز والناس عجبها الموضوع. فربنا يرحمنا ويتولانا برحمته. وعايز الناس، انا وغيري يا جماعه، اللي يشوف غلط يطلع يقول غلط، مش عايزين نروج للغلط. قولوا كلمه عشان لما يجي الاجل تبقى لنا في الارض. باكد عليكم تاني، اللي يشوف غلط يقول غلط، واعذروني على الانفعال، لان الموضوع يعني انا عارف انه هيحصل زي ما قلدوه قبل كده في حاجات كتير. محمد رمضان ده في اعمال كتير بقى قلدوه في الشوارع. انا عارف ان كمان شهر 2 3 هنصحى من النوم على واحده بصمت جوزها وهو نايم واتطلقت منه وهو ما يعرفش، وانا عارف هيحصل ده. فاعذروني على الانفعال يعني، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير في فيديو جديد.